بقول لجوزي عايزه فلوس عشان اعمل الغدا النهارده. لقيته بيديني 50 جنيه، بيقول لي معيشه اللي هي. قلت له ايه ده؟ انت مش عارف الاسعار غليت ازاي؟ هعمل بيها ايه دي؟ قال لي خلاص خليها. قلت له هات، احسن من ما فيش. المهم قعدت افكر اعمل ايه. قمت جايه رحت جبت ملوخيه واجنحه. كيس الملوخيه ده يا جماعه ب14 جنيه، وجبت نص اجنحه. نص الاجنحه عامله آم، نص الاجنحه 25 جنيه. وكيس الملوخية ب14، بس انا مش هعمل الملوخية كلها، هعمل نص كيس الملوخية. وزي ما قلت لكم ايه دول، يا دوبك هيقضوني انا وهو، لان مفيش حد ياكل غير انا وهو. فهم عملوا جناحين وزورين زي ما انتوا شايفين كده، ب25 جنيه. وكيس الملوخية زي ما قلت لكم ب14، هعمل نصه برضو يعني ب7 جنيه. بس كده قلت هقضيها بقى، يعني ايه، نعمل باللي موجود الحمد لله. المهم حطيت المية تغلي عشان خاطر اسلق فيها الفراخ. بس كنت عايزة اقول لكم حاجة تانية، كنت عايزة احسب 25 و7 كده 32، يعني كمان اقل من ال50 جنيه اللي هو عطاهولي. صرفت له الدنيا عشان يعرف ان انا زوجة صالحة، زوجة مثالية، مش هيلاقي زيي. المهم حطيت الفراخ عشان تتسلق، وبعد كده قلت ايه، هشيل الريم. بس لما حطيت الفراخ وكده حسيت ان انا حاطه ميه كتير قوي يعني. حسيت الموضوع مش مستاهل الميه دي كلها. فقلت ايه، هنقص الميه، عشان يعني حسيت ان هي كتير قوي بصراحه يعني، والشوربه هتبقى خفيفه قوي. فقلت لا خلاص، ايه، هنقص الميه، هي كده كده لسه ملحقتش تتسلق، فلسه يعني الشوربه ما اتعملتش، يا دوبك هي كانت لسه ميه يعني. فنقصت منها ايه الميه عشان الشوربه تبقى تقيله شويه، لان زي ما قلت لكم نص النص عمل جناحين وزورين. بس المهم عشان اعمل الشوربه حطيت بصلتين صغيرين، وحطيت رشه فلفل اسمر ورشه ملح، وممكن تحطوا ورق لورا، حبهان، مستكه، اي حاجه، بس انا مكانش عندي. وانا قلت ايه، هقضي باللي عندي، مش هشتري اي حاجه خالص غير اللي انا اشتريته ده، اللي هي الملوخيه والاجنحه بالزور دي، مش هشتري اي حاجه تانية خالص، هعمل باللي عندي بس المهم زي ما قلت لكم حطيت الفلفل الاسمر والبصل والملح بس كده، وهسيبها تستوي. جيت على الملوخيه، عملت نص كيس زي ما قلت لكم، عشان ما فيش حد ياكل غير انا وهو بس، فمش هحتاج كتير. حتى ما عملتش رز ولا عملت اي حاجه. انا مش هصرف اكتر من اللي هو عطاهولي. انا كده خلاص، هو عطاني ال50 جنيه، مش هصرف اكتر من كده. كده كنت بشوف الفراخ استوت ولا لسه، فلقيتها استوت. قفلت عليها وهشيلها يعني من الشوربة وكده عشان ما تتهريش. بس فيا جماعة الغرض من الفيديو ده ان احنا ممكن نقضي يومنا بأي حاجة، يعني اللي موجود نقضي يومنا بيه والحمد لله. مش لازم نجيب فراخ كاملة، مش لازم يعني ناكل اي حاجة، اللي موجود الحمد لله عادي. بس المهم انا بحط الملوخيه الاول، كنت عايزه اقول لكم ان انا بحط الملوخيه الاول قبل الشوربه علشان خاطر ما تبقاش خفيفه، عشان انا بخاف احط الشوربه الاول وبعد كده الملوخيه، فالملوخيه تبقى خفيفه، فساعتها مش هعرف ازود ملوخيه. لكن لو حطيت الملوخيه الاول وبعد كده شوربه عادي يعني، لو طلعت تقيله هقعد ازود في الشوربه لحد ما تتقل. هنا سبت الملوخيه لحد ما تسيح في الشوربه، وبعد كده قعدت ازود شوربة لحد ما عملت السمك، او مش عارفة اسمها ايه، يعني عملتها زي ما انا عايزة، ما تبقاش خفيفة قوي ولا تقيلة قوي، لحد ما ظبطتها يعني من الاخر. المهم جبت هنا طاسة، حطيت فيها معلقتين سمنة، والثوم ده ماما حبيبتي ربنا يخليها لي يا رب، على طول بتفرز لي توم يعني، هي بتفرمه وبتديهولي، بعمل بيه الاكل على طول، مش بحتاج ولا اقشر توم ولا اعمل اي حاجه، هي بتعملهولي في علبه وانا بطلعه من الفريزر بعمل بيه. ربنا يخليكي ليا يا ماما يا رب. بس المهم جبت سمنه، وزي ما انتم شايفين كده بحمر التومه عشان خاطر الملوخيه. اكله سهله وسريعه، ما خدتش مني اي وقت خالص، بس طبعا اخدت مني مجهود عشان خديجه، بس النهارده مش ظاهره في الفيديو الحمد لله. زي ما انتم شايفين كده حمرت التومه، والطاسه دي بعملها مخصوص لتومه الملوخيه، بس مش بستعملها لاي حاجه تانية عشان هي صغيره قوي. وطشيت هنا التومه اهي في الملوخيه، و
خليتها تاخد غلوة بس كده بيها، وقفلت النار على طول ومش هغطيها عشان خاطر الملوخية ما تسقطش. انا حريفة يا جماعة، مش عارفة اقول ايه على نفسي بجد، الله اكبر عليا. وجيت لاصعب مرحلة وهي تحمير الفراخ يا جماعة. بجد ما بحبش احمر الفراخ، بتقعد تطرطش جامد قوي. انا بقعد اتلسوع كمية لسويع مش عارفة اسمها ايه، بس بتلسوع كتير قوي. دي اوحش مرحلة في الاكل كله، بس يعني بتبقى صعبة جدا. المهم الحمد لله انا حمرت هنا الفراخ، انا اعتبرها فراخ، هي فراخ الحمد لله، نعمة ورضا. بس كده حمرتها اهو، وانا بحبها متحمره جامد كده. مش عارفه بالنسبه لكم كده متحمره جامد يعني محروقه ولا حلوه، بس هي كده بالنسبه لي حلوه يعني، مش بحبها تكون بيضه كده، بحبها كده. زي ما انتم شايفين الحمد لله الملوخيه اهو والفراخ مع عيش متسخن وقرن فلفل اخضر، واكله تستاهل بقكم. الحمد لله على كده، شكرا.